نشرة أخبار الظهيرة نقدمها لحضراتكم من الفضاء الإثرية أينما كنتم أيها السادة والسيدات. أحييكم أنا عبد الله محمد علي وأستهل هذه النشرة بأبرز عناوينها. تنظيم سيمينارات قانونية وصحية في الإقليم الأوسط. تدشين مشروع المياه المشيد في زاول. تنمية التمور في مديرية شعب تحقق نتائج عالية. نيجيريا تحدد جنسيات طاقم سفينة سويسرية مخطوفة. رئيس كوبا الجديد يقوم بأول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تونس. أهلا بكم للتفاصيل. تقام في الإقليم الأوسط سيمينارات لتعزيز وعي السكان حول سبل الوقاية من الأمراض المعدية عامة وخاصة مرض الإيدز إضافة إلى مكافحة الجرائم. وفي سيمينار الصحة الذي نظم في 23 من سبتمبر الجاري شارك فيه سكان مديريات 4 أسمرة وأخرية وقجرت وقذايف وترافول وسنبل. ألقى مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلومون كلمة قال فيها أن الهدف الأساسي من السيمينار هو تعزيز الوعي الصحي وترسيخه على المواطنين، داعيا إلى تعزيز دور الشركاء عامة وخاصة رجال الدين والاتحادات الوطنية بأهمية العمل المنسق لإنجاز المهام الجارية. وفي التوضيح الذي أدلت به مسؤولة مركز الشرطة الثالث النقيب سنبلاويت غداء للمشاركين أن تقوية العلاقات بين الشعب والشرطة من أهم العناصر لمكافحة الجرائم والمخالفات، موصية الشعب لرفع وعيهم في حياتهم اليومية. دشن في 23 من سبتمبر الجاري مشروع مياه في منطقة زاول بمديرية دبروة بالإقليم الجنوبي بكلفة 1.5 مليون نقفة. واشتملت أعمال المشروع حفر بئر بعمق 43 متر وحفر ومد أنابيب مياه بطول 3 كيلومترات وبناء 4 نقاط توزيع للمياه وبناء خزان ونقاط لتوزيع الصهاريج إضافة إلى بناء غرفة للمضخ المائي. وأوضح الخبراء المشرفون أن المشروع الذي أنجز بالتعاون بين المؤسسات الحكومية في عد هلو وسكان منطقة زاول يجلب حلولا دائمة للمشاكل المائية التي كانت تواجه سكان المنطقة. وأهنأ مدير المديرية دبروة السيد فروانجيل محاري في مراسم التدشين سكان منطقة زاول الذين يترقبوا إنجاز هذا المشروع وتحقيق هذا الحلم منذ زمن طويل، داعيا السكان لتسيير برامج الإدارة والحراسة لضمان عمل المشروع. وعبر السكان بدورهم عن امتنانهم وتقديرهم لجهود المؤسسات الحكومية التي ساهمت بفعالية لإنجاز المشروع، مؤكدين جاهزيتهم لإكمال كل ما يطلب منهم. حققت تنمية أشجار النخيل الجارية في مديرية شعب في مساحة تقدر ب6 هكتار نتائج مبشرة، وبدأت ثمارها تباع في أسواق شعب ومصوع وقنداع. وينتج مشروع التمور للمزارع النموذجي السيد عبد الله سويحلي بداية من سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر المقبل من 250 وحتى 300 كيلوغرام أسبوعيا. وأوضح المزارع عبد الله انسيابية المنطقة لتنمية التمور، مشيرا إلى استمرارية جهوده ومساعيه لتنمية 40 هكتارا إضافي بتطوير إنتاجيته لتلبية متطلبات السوق. وأشار الزبائن إلى أن إنتاج المزارع عبد الله يتميز بجودته وهو ما يجعله ينال الطلب لدى الزبائن. نظمت في 16 ضاحية بمديرية قمحرة بإقليم جنوب البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى. وأشار مراسل وكالة الأنباء إلى انتخاب مدراء ضواحي من بينهم 7 من الإناث ومدراء تنفيذيين منهم 9 من الإناث. وقال المشرفين على الانتخابات أن نصف المنتخبين هن من الإناث، وهو ما يدل على الوعي المتنامي، داعين إياهم لتنفيذ المسؤولية التي حملهم إياها الشعب بتفاني وإخلاص ولعب دورا رائدا في البرامج التنموية. في غضون ذلك نظمت في الإقليم الجنوبي بداية من أواخر أغسطس المنصرم حتى الآن في مديريات عدخالة وعدقيح وجرونة وميمنة وعرزة ودبروة وميمنة انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين.
نظم في مدينة نقفة سيمينار لتعزيز وعي السكان في الجرائم والقوانين المدنية. وقدم قائد شرطة مديرية نقفة المقدم هبتون منقص توضيحا مفصلا في القانون ومعناه الحقيقي وعلاقة الشعب والشرطة وإضرار الجرائم والقوانين، إضافة إلى سلطة لجنة المحاكم والشرطة الأهليتين. من جانبه دعا مسؤول التحقيقات والجرائم في المركز السيد قبر مدهن تحية المواطنين الفهم والإدراك الجيد للسيمينارات المقدمة، مدركين بأن عدم معرفة القوانين لا تنجيهم من المساءلة، وطالب للتعاون القوي مع الشرطة لتقديم المجرمين إلى القانون. وذكر المشاركون بأنهم سيعززون تعاونهم مع الشرطة لتقديم المجرمين إلى القانون، مطالبين لمنح اهتماما أكبر لظاهرة إطالة المواعيد في المحاكم الأهلية وكذلك القرارات المتخذة، وتنظيم السيمينارات الموجهة للشباب بصورة أوسع. هذه النشرة متواصلة معكم أيها السادة والسيدات، لكن بعد فاصل قصير مسمى فيكم بالأنباء العالمية. قالت وكالة بحرية نيجيرية أن 12 من طاقم سفينة تجارية سويسرية خطفها قراصنة قبالة ساحل نيجيريا هم من جنسيات الفلبين وسلوفينيا وأوكرانيا ورومانيا وكرواتيا والبوسنة. وخطف القراصنة الطاقم من داخل سفينة كانت تبحر بين مدينتي لاغوس وبورت هاكوت. وقالت الشركة المشغلة للسفينة أن الهجوم وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب غربي جزيرة بوني، والاختطاف من أجل الحصول على فداء مشكلة شائعة في بعض مناطق نيجيريا. وجرى اختطاف عدد من الأجانب في السنوات القليلة الماضية بمنطقة دلتا النيجر جنوب البلاد التي تعد مصدر معظم إنتاج البلاد من النفط الذي يمثل الدعامة الأساسية لأكبر اقتصاد في غرب أفريقيا. وقال سانداي أمورين من الوكالة النيجيرية للإدارة والسلامة البحرية أن 7 من المخطوفين من الفلبين والباقين مواطن واحد من كل دولة أخرى. ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوبا أن الرئيس الجديد ميغيل دياز كانيل وصل إلى نيويورك في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة، حيث سيندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحظر الذي تفرضه واشنطن منذ عشرات السنين على بلاده. ونفت الحكومة الكوبية وقوع هجمات أدت إلى إصابة دبلوماسيين أمريكيين في هافانا بمرض قامض أثر على حالتهم الصحية. وقالت أن إدارة ترامب تستقل أي شيء يحدث كذريعة لتصعيد موقفها المعادي لكوبا. وستقدم كوبا خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة. ويحث مشروع قرار الأمم المتحدة غير الملزم للولايات المتحدة على إلقاء الحظر على كوبا بأسرع ما يمكن، ولا يمكن لأي جهة سوى الكونغرس الأمريكي رفع الحظر الكامل المطبق منذ أكثر من 50 عاما. ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية نابل شمال شرقي تونس إلى 5 وفيات وفقا لوسائل إعلام محلية. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى وقوع أضرار مادية وانقطاع شبكات الاتصالات وانعزال الولاية أكثر من 3 ساعات في قمرة المياه وسط نابل. وتساقط ما يصل إلى 197 ملم من المياه في بعض أنحاء نابل، أي ما يشكل نحو نصف المنسوب السنوي للأمطار في المنطقة. وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سيولا قوية تجري السيارات وتغمر أجزاء كبيرة من الطرق في شمال نابل. حققت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا إنجازا تاريخيا بإنزالها عربتين آليتين صغيرتين على سطح كويكب ريوغو البالغ قطره كيلومتر. وستتجول العربتان الصغيرتان اللتان أطلقتان من مركبة فضائية غير مهولة على سطح ريوغو بسبب انخفاض جاذبيته لقياس درجة الحرارة والتقاط صور لسطحه. وقد أكدت وكالة الفضاء اليابانية تمتع العربتين بحالة جيدة، وزود الروبوتان بكاميرات واسعة الزاوية لإرسال الصور إلى الأرض. ووصلت هايابوسا 2 كويكب روغو في يونيو هذا العام بعد رحلة استغرقت 3 سنوات. وستغادر المركبة الكويكب روغو
في ديسمبر عام 2019 لتصل إلى الأرض بعينات من الكويكب عام 2020. أما الآن مع الوقفة الرياضية. نال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي يقيم مساء أمس الاثنين في العاصمة البريطانية لندن. وكسر صانع الألعاب الكرواتي هيمنة استمرت عقدا من الزمن على الجائزة من قبل زميله السابق في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني. وتفوق الكرواتي على رونالدو والمصري محمد صلاح في نجم ليفربول الإنجليزي. وساهم مودريتش في إحراز ريال مدريد الموسم الماضي لقبه الثالث تواليا في دور الأبطال. وقاد منتخب بلاده في مونديال روسيا إلى المواجهة النهائية للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة أمام نظيره الفرنسي. وعلى صعيد المدربين تفوق الفرنسي ديدي ديشان على مواطنه زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد إلى ألقابه الثلاثة الأخيرة في دور الأبطال، والكرواتي زلاتكو داليتش ليتوج بجائزة الأفضل هذا العام. ولم يخرج المصري صلاح خالي الوفاض إذ نال جائزة بوشكاش بعد منافسة مع مرشحين بينهم رونالدو والويلسي غاريث بيل لاعب ريال مدريد. كما اختير البلجيكي تيبو كورتوا المنتقل هذا الصيف بالجنس الإنجليزي إلى ريال مدريد أفضل حارس، وفائزا بجائزة أفضل لاعب في العالم نجمة المنتخب البرازيلي مرتع. وحقق لاعب بي اس في ايندهوفن لينيرتي جائزة اللاعب النظيف بعد أن فضل التبرع بالدم لمريض باللوكوميا على مباراة مهمة في الدوري الهولندي. كما فاز بجائزة أفضل مدرب للكرة النسوية الفرنسي رينالد بيتروس مدرب فريق ليون. وذهبت جائزة أفضل مشجع للبيرو. إلى هنا مشاهدينا الفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.